مرحبا بالجميع. الورم الميلانيني الخبيث أو الميلانوما كما يسميه الجميع هو في الأساس ورم خبيث في الجلد. يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجلد. يمكن أن يؤثر أيضا على الأغشية المخاطية أو بطانة المستقيم أو الأمعاء أو القناة الشرجية. ونادرا ما يمكن أن يؤثر أيضا على الشبكية أو العين أيضا. الأسباب الرئيسية للميلانوما هي في الواقع تعرض لأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة فوق البنفسجية، لذلك ليس شائعا جدا في الهند. إنه شائع جدا في دول مثل استراليا ونيوزيلندا، حيث يوجد تعرض كبير لأشعة فوق البنفسجية. عندما يتعلق الأمر بالميلانوما المنتشر، يعني أنه قد انتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم، فإن الأعراض تختلف بناء على مكان حدوث الانتشار. لذلك بناء على مكان انتشار الميلانوما، على سبيل المثال إلى الكبد، قد يكون لديهم بعض الخلل في اختبار وظائف الكبد، أو إذا انتقل إلى الدماغ قد يعانون من نوبات، أو قد يكون لديهم بعض النعاس أو بعض الضعف بناء على الجزء المتأثر من الدماغ. أولا دعني أخبرك كيف نعالج الميلانوما العادي الذي لم ينتشر أو لم ينتقل إلى أجزاء مختلفة من الجسم. لذلك عادة في مثل هذه الظروف ننظر في العلاج الموضعي، والذي يكون في شكل جراحة بناء على مكان الميلانوما. وبالإضافة إلى الجراحة ننظر أيضا في إعطاء بعض العلاج المناعي أو الكيميائي. وأيضا للتحكم الموضعي يمكن أن يلعب الإشعاع دورا كبيرا. إذا انتقل إلى الدماغ وكان المريض يعاني من ضعف أو نوبات، يمكننا أيضا النظر في إعطاء جرعة عالية من الإشعاع أو الإشعاع لتلك المواقع المحددة في الدماغ أو للدماغ بأكمله أيضا. ولكن في المتوسط، عندما نتحدث عن الميلانوما المنتشرة، فإن الشكل الأكثر أهمية للعلاج بعد الخزعة هو في الواقع العلاج الكيميائي المناعي. يجمعون بين العلاج الكيميائي والعلاج المناعي بعد إجراء بعض العلامات المحددة على هذه الخلايا الميلانومية أو العلامات الجينية أو التغيرات الطفرية التي حدثت. وبناء على ذلك يمكننا تخصيص العلاج. يمكننا معرفة من هم المرضى المؤهلون لأي نوع من العلاج المناعي مع العلاج الكيميائي.